السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، أنا ما كنتش ناوي أعمل أي فيديو عشان أنا إن شاء الله بإذن الله متأكد إن إحنا هنحتفل مرتين الأسبوع اللي جاي ده. بس أنا لما لقيت الكلام كتير قوي والهري كتير قوي والأهلاوية يا عيني أنتوا مش واخدين بالكم هما بيعملوا إيه، أنتوا مش فاهمينهم. هما عارفين بإذن الله إن إحنا هنكسب ماتش العودة بإذن الله، وعارفين إن شاء الله إن إحنا هنكسب سيراميكا وهناخد الدوري. فهم يا عيني بيحاولوا، عارف أنت اللي بيلحق يعمل أي حاجة، فبيحاولوا يضايقوك الأسبوع ده عشان يعكننوا عليكم وخلاص، ويحاولوا يعملوا ضغط على الفرقه والكلام الفاضي ده شغل اطفال. والله العظيم اطفال. واحنا قلنا ده، يعني الراجل طلع نائب رئيس البنك الاهلي عنده حق والله. نتاج تعليم سيء يا عيني وشغل المهرجانات والتكاتك والسرسجيه والكلام ده ما احنا عارفينه. ماشي. ما تكبروا دماغكم. انتوا قدامكم 4 5 ايام ان شاء الله باذن الله، وهنحتفل بالكونفدراليه، وبعديها 3 4 ايام باذن الله هنحتفل بالدوري. واتفرجوا بقى على المساخر اللي هتحصل السنه الجايه لو عشنا وربنا ادانا عمر، وحاجات غريبه والغاء احتراف، وهتلاقي حاجات والله العظيم غريبه جدا. هتشوف. بس احنا حضرنا السيناريوهات دي كتير قوي، من ايام ما لغوا احتراف الحراس المرمى عشان بالانطوان، وبعد كده عشان كوارشي ويجيبوا الايمان والعقد زي ما اعترفوا كده السماسره بتوعهم الارزقيه المرتزقه. ماشي. فكبروا دماغكم والله، خليكم مع الفرقه والفرقه تركز باذن الله. الماتشين في المتناول جدا، مش عايزين نستهتر، لان الاستهتار لو انت بتلعب عفوا مع احترامي سيرس الايام هيحط عليك الكرة اللي بيتكبر عليها بتدوسه. فنركز ونلعب الكرة بتاعتنا، والله هنكسب بإذن الله. ومش هنكسب مكسب صعب، هنكسب الماتشين بسهولة بإذن الله. وافتكروا الكلام ده كويس. ماشي. وسيبكم من شوية المتسولين دول والله العظيم. دي عارف انت العيال اللي هي بتبقى مبرشمة واقفة على الناصية، فعايز يضحك على اي افيه، يلبس بنطلون يا عيني مش عارف عامل ازاي. مش استغفر عظيم العزة الله يا جماعة، مش قصدي حد احسن من حد عند ربنا، لكن هي دي دماغهم وثقافتهم، فتدهمش دماغكم. ما انت بيقول لك لا تجادل الاحمق حتى لا يحتار العقلاء في التفريق بينكما. فانت هتقعد تجادلهم وتتنزل من دماغك ليهم مستواك. اللي زي ده حاجه من اتنين، يا تتجاهله يا تعمل زي. انا من زمان قوي كل اصحابي الاهلاوي اللي بيضايقني بضربه، بديله علقه بالتجنيه والله العظيم. فكبروا دماغكم. يعني فكرني بابراهيم سعفان، انا مبدئي معاهم زي ابراهيم سعفان. انا مش هضربه، هفهمه غلطه. قال له ما هو مش هيفهم، قال له يبقى اضربه بقى. فانتوا مش هتقعدوا تعملوا زيي. طب انا ايديا وجعتني من كتر ضربهم والله، ما بيحسوش. يعني عندهم بلاده كده، فاهم؟ هم شبه الاشكال الوسخه بتاعت حمو بيكا والعيال السرسجيه دي ساعات، مش الناس دي، فاهم؟ فانتوا كبروا دماغكم منهم والله. ما تدهمش دماغكم ولا تخشوا تردوا عليهم في صفحاتهم. هم العيال دي بتعمل ايه اقول لكم؟ امثال العيال اليوتيوبر بتوعهم عبد الناصر يروح داخل كاتب ايه، بوست مستفز او فيديو عشان تخش انت ايه، تعلق وتفهمه او تشتمه او بتاع. فهو يعلي الريتش بتاعه ويكسب من وراك فلوس. قال هو كده ناصح، ما يعرفش ان هو يعني بيمسح بكرامه اهله الارض. يعني هو كده بيمسح بكرامه. هو ايه اللي بيشتمه بابوه واللي بيشتمه بامه؟ انا مش قصدي بيمسح بكرامه اهل الارض ان انا اشتمه، لا. مش عشان حاجه، انا بشتمهم على طول. بس يا ابني حرام عليك تيجي تشتم على اهلك عشان تاخد فلوس. والله العظيم عيب. يعني انتوا ما عندكوش كرامه خالص. البني ادمين اللي بيفرطوا في كرامتهم دول عشان الفلوس دي ناس وحشه قوي. يعني عامل زي العاهره. يعني العاهره بتفرط في كرامتها وفي عرضها عشان الفلوس. او مثلا الرياضي اللي بيستغل جسمه في اللي يبقى جارد او الكلام ده، انا برضو بشبهه بالعاهره. فكبروا دماغكم منهم خالص. اقعدوا الاسبوع ده كده روقوا على حالكم والله، وركزوا مع الفرقه. اعملوا لهم بوستات دعم، فيديوهات دعم. استمتعوا كده بيهم وهم يستمتعوا بيكم، لان دول قاعدين فاضيين عاملين زي الست المطلقه والله، عماله تتريق على جارتها دي وعلى جارتها دي عشان هي ما وراش حاجه تعملها. فكبروا دماغكم. وباذن الله انا ما كنتش ناوي اعمل فيديوهات والله دلوقتي. باذن الله بعد الماتش هنتقابل وهنحتفل وعند النادي. هستناكم عند النادي. ربنا ينصرنا باذن الله. سلام يا اعظم جمهور في الكره الارضيه. السلام عليكم.